السلام عليكم. في مطبخ ام والد ان شاء الله راح نديرو حلوه المهرس. هاد الحلوه هادي شابه، يعني الديكور تاعها يجي شباب بزاف، والعجينه تاعها بزاف سهله. واش راح نحتاج فيها؟ 250 غرام تاع لا مارغرين تكون طريه، 6 مغارف كبار تاع السكر كلاصي، مغرف صغيره تاع لافاني، حبيبه تاع البيض، والفاينه باش نلمو العجينه. هذا واش فيها العجينه تاعنا. اذا نبداو بالطريقه مباشره. اذا ندير حبه تاع البيض، لافاني، والسكر كلاصي. كما رانا نشوفوا العجينه ما فيهاش الخميره تاع الحلوه، لانه باش الشكل تاعنا يعني ما يفسدش باش كي نديروا فيه ليمول يبقى الشكل على حاله. اذا نخدم مليح الزبده والسكر كلاصي واللافاني والحبه تاع البيض، ونبدا نلم فيها بالفرينه حتى نحصلوا على عجينه تكون طريه وما تتلصقش في اليد. نبدا نضيف الفرينه بالتدريج حتى تتلم عندنا العجينه. اذا هنا العجينه تاعي ها هي لميتها كما قلت لكم طريه وما تتلصقش، يعني كي تمسيها طريه لكن ما تتلصقش في اليد. هنا تحبسي الفرينه. هنا ندوزو ليمول تاع حلوه المهرس. حقيقه يعني ليمول تاعهم بزاف غاليين، يعني كاين تاع النحاس يوصلوا حتى 60 دينار للوحده، يعني 6000. حنا عندنا 6500. كاين هذوك البيوضه 3500 للوحده، يعني والله غير غاليين. يعني تشري 10 راح تستقام لك، وكي طيبي بال10 يعني راح تطولي باش تكملي الحلوه تاعك. انا نعطيك بديل اللي هما هاد لي كوبلي هادو اللي يتباعوا يعني تاع قهوه كحله، يشربوا فيهم قهوه. يجوا يعني ما يجوش بلاستيك، يجوا ورق. هنا لازم متاكدي انه تاع كاغط ماشي تاع نيلون. يعني شريت هذه كامل، شريتها ب50 دينار كما رانا نشوفوا. هذه راح ندير بها الحلوه تاعي، يعني لانه هذه الحلوه هذه ماشي راح نخدمها كل مره، يعني حس نفسنا باش نديرها، لهذا نستعمل هذه الاكواب الورقيه وما نرميهم. يعني هادو كامل كما قلت لكم 50 دينار. واش ندير؟ نحكمها الكوبلي تاعنا. انا الحبه تاعي ما نديرهاش حتى للفوق طويله، لانه طويل بزاف الكوبلي تاعنا، نديرو النصف فقط. هذه هي الحبه تاعنا تاع حلوه المهرس. نحكم شويه تاع العجين، تبعوني ما نكتروش بزاف، نديرو على شكل دائره، نحطو لداخل ونبدا نخدم في الحلوه تاعي بصبعنا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. فقط بما انه العجينه ما فيهاش الخميره مش راح نخافوا انه الشكل تاعها يفسد لنا. اذا نخدموا مليح، ولا كانت تلصق استعملي الفاينه في صباحتك فقط، ونخدموا الحلوه تاعنا ونديروا لها مستوى واحد تاع العلا، يعني تاع الحلوه تاعنا، والخشن واحد. ها هي الحلوه تاعي كما رانا نشوفوا، درت النصف تاعها فقط. ونزيد حبه ثانيه باش تفهموني، لانه جربت احيانا نعمل الحلوه تاعي زعما نكون شاريه 10 فقط ليمول، والله غير نكبر في الكوزينه، يعني باش تجي تكملي يعني 50 حبه ولا يعني عندك ما تقعدي. ندير شويه صبعي في الفرينه ونبدا نخدم فيها بالاطراف في الاطراف، ونطلع بهذه الطريقه، ونعملوهم كامل نفس الارتفاع حتى للنص، يعني نشدوا ارتفاع واحد. اذا راح نكمل الحلوه تاعي كامل ونحطها في الفرن على 180 درجه حتى تاخذ لون ذهبي ونخرجها. هنا بعد ما طابت الحلوه تاعي خلوها تبرد مليح باش نحوهم من هذوك لي كوبلي، يعني خلوهم حتى يبردوا مليح. وهنا الشكل تاع هذا الفوقاني هذا ما يهمناش، لان راح نغطوه بلا غارنيتور، يعني ما حش تبان لا فينيسيون تاع الحلوه تاعنا الا كانت شابه ولا ماشي شابه. حنا راح نزينوها. واش ندير؟ نحكم الحلوه تاعي وندير هذا الفوقاني فقط في المربى كما رانا نشوفوا بهذه الطريقه، ونعملو. انا عملت هنا فول سوداني، حمصته مليح وطحنته. هنا تقدر ديري فول سوداني، تقدر ديري اللوز، تقدر ديري نواه كوكو، هنا كل وحده واش تحب. اذا هكذا هنا نشبحوا الوجه تاع الحلوه تاعنا. نزيد
حتى نكمل كامل الحلوه تاعي في التزيين تاعها. بهذه الطريقه راح يبان الشكل تاعها شباب يعني. اذا راح نكمل ونرجع لكم فيما بعد. نعم بعد ما كملت الحلوه تاعي عملت لها تزيين يعني لهاد الحواف. الان واش راح ندير؟ انا حنستعمل هنا النسلي كراميل عادي، انا شريته، تقدروا تستعملوه اللي خدمته، اللي خدمت لكم ديجا يعني حيعطينا نفس النتيجه يعني نفسه، وتستعملوه بنفس الطريقه. واش راح ندير؟ راح نعمر هاد القوالب تاعنا غير بالعقل فقط. اذا نعمروهم للنص بهذه الطريقه. نعمر كامل المهرزات تاعي على هذا اللي قلت لكم. هذه الحلوه تجي بزاف بنينه، حتى العجينه ولا جات خشينه ما يهمناش لانها بنينه العجينه، تجي صابلي وتجي يعني هشيشه. اذا نعمر كامل الحلوه تاعي ونرجع لكم فيما بعد باش نكملوا التزيين. نكملوا تزيين الحلوه تاعنا. هنا ذوبت الشوكولا تاعي عادي حمام مائي، ما نزيدوا لها ولا شيء. هنا حنستعمل انا هاد الورود ان شاء الله يا ايامنا كلها ورود، يعني راهم يتباعوا هاد لي غارنيتور في المحلات. راح نستعمل هاد الكوفره تاني، هذا اللي يجي كاين غو فاني كاين غو شوكولا. هنا خيروا واش حبيتوا. نبداو بالطريقه. اذا ندير شويه تاع الشوكولا، نحط الشوكولا على الوجه تاع الحلوه تاعنا، نعمروها حتى للوجه يعني حتى للفوق بهذه الطريقه. من بعد واش ندير؟ قبل ما تنشف لنا الحلوه تاعنا ندخل يعني هذا العصي هذا قسمته على 3، ندخله في الحلوه قبل ما تنشف لنا الشوكولا. ندير ورده، طبيعه الحال طويل بزاف هذا العرف هذا، نقص منه شويه بهذه الطريقه وندخله في الحلوه تاعي، ونزيد قلب من هاد القلوب. ها هي الحلوه تاعنا واجده. الان تبقى غير نزينها في الاكواب ورقيه ونقدموها ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هي الحلوه تاعي بعد ما زينتها كملتها درتها في ليكيسات. شوفوها عن قرب يعني، ها هي شوفوها مليح يعني ذوقها روعه، ذوق النيسلي الشوكولا لاباط صابلي، يجي بزاف بنينه هاد الحلوه هذه. ودائما التزيين اختياري يعني كل وحده تزين كما حبت هي. هذا العبر هذا قطع لي حوالي 40 حبه، والحلوه امامكم راهي واجده. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، واذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.